هنا اذا تسمح لي استاذ جمال ممكن نوقف عند نقطه مهمه اللي نقدر نقول نؤاخذ عليها الحكومه، وهي طبيعه بعض الردود. لانه لما يكون سؤال شفوي ويجي الوزير تكون يعني مشافهه وما الى ذلك، ولكن الوزير لما يرد عن بعد يكون الرد كثير من الردود اقولها يعني بكل مسؤوليه انها في كثير من الاحيان لا ترتقي الى امل المواطنين وانشغالاتهم ممثله في النائب، وين تكون ردود يعني عامه ولا تجيب مباشره على الانشغال. انا نقدر نقول لك في اسئله للجميع، سواء أسئلة شفوية ولا أسئلة كتابية للوزير الأول ووزير العمل، تتعلق بانشغالات اجتماعية حقيقية لا يختلف عن وجوب التكفل بها مواطنين ما تلقيناش أجوبة بالاستجابة من ذلك. ولو تسمح نعطوا أمثلة، لما جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بالإدماج وأعطي خيار الإدماج في رتبة مشرف تربية لهذا المعنيين على أساس أنه الإدماج هذا اختياري. عندنا بعض من شبابنا اللي تمسكوا بشهاداتهم وطالبوا أنهم يدمجوا وفقا لشهاداتهم. لما انقضت الفترة بقى لنا 286 على المستوى الوطني بدون تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية الإدماج، وكانت أسئلة في هذا الإطار ولكن ما كانش جواب ولا حلول مقنعة، وهذا يؤسفنا وبطبيعة الحال يؤسف المواطنين من خلالنا. لما نتكلموا اللي هذا كان عندي سؤال شفوي ومر يتعلق بعمال الشبكه الاجتماعيه سابقا اللي راهم في التوقيت الجزئي. هذو حنا رانا نتكلموا على ناس اللي خدموا 15 و20 سنه. السيد السيناتور يعني كونه كان منتخب محلي اكيد مطلع حتى اكثر مني على هذه المساله. هذو ناس خدموا 15 و20 سنه في البلديات، في المدارس، في المستشفيات، وذاك الوقت كي كانوا يخدموا المؤسسات المستخدمه لم تؤدي لهم الاشتراكات او اشتراكات التقاعد، يعني لاروتات ما كانش كاينه. لما انقضت الفتره هذو وخرجوا ما ولاش عندهم تقاعد، وبالتالي ولاو رؤساء البلديات اللي قدروا يديروا فيهم مزيه يعطوهم المنحه الجزافيه للتضامن وخدموا سنوات. وهذا نعتقد انه اجحاف كبير في حق هذه الفئه. رافعنا لهذه الفئه بسؤال شفوي باسئله كتابيه وما كانش يعني ما كانش ردود ولا تكفل في هذه الفترات، وعلى ذلك يعني رانا مستمرين. لما نتكلموا مثلا عن استيراد السيارات وين شفنا عندنا 34 ألف جزائري اللي داروا طلبيات رسمية وقدموا تسبيق 10%، انقضت الاجل المحدده، المتعاملين هذو لم يسلموهم سياراتهم، وتقدمنا حتى باسئله كتابيه وين تجاوزت الاجال ولم تكن هناك ردود. وبالتالي احنا كنواب نتعرضوا ان صح التعبير الى ضغوطات المواطن، يقول لك يعني وين راه الاجوبات الانشغال اللي طرحته. لما نتكلموا مثلا على تفرقه في احد المرات في التوظيف ما بين الدكاتره الاجراء والدكاتره غير الاجراء، وين حسوا الدكاتره الاجراء فيه اشحاف وما كانش كاينه ردود للاستجابه. لما نتكلموا على العقود المنتهيه، والعقود المنتهيه اللي فوتوا يعني فترات كمتعاقدين واستفادوا من العقود ولكن لاحقا حرموا من منحه البطاله وما زالهم هما بطالين. لما نتكلموا مثلا عن المقصير من منحه البطاله فقط بسبب انهم في اجال تاع شهرين ما انتبهوش الى رساله تحيين وبالتالي فقدوا هذه المنحه. لما نتكلم على حاجه اخرى مهمه جدا وبها وهذه اختم ونشكر على هذا المنبر لانه هي رسائل نستغل كل منبر باش نوجهها للحكومه باش تنتبه الى انشغالات موضوعيه. لما نتكلمك على المعاش المنقول، هذا المعاش المنقول هو لما يتوفى الاب ويترك راتب يعني يترك لا روتيرات تاعو للاولاد تاعو. نشوف الاسره اللي كانت تستفاد من منحه يعني من منحه البطاله بعد التقاعد، اذا كان توفى الوالد ما عندهاش الحق في منحه التقاعد. الاشكال وين وقع لنا انه حتى هاد البنات اللي هما سواء كي تلحق 40 سنه ولا ما تجيهاش رساله التحيين هذه، النهار اللي تتوقف لها المنحه تاع البطاله تتوقف لها المنحه تاع البطاله وما يكونش عندها الحق في المعاش تاع الوالد وبقاو بدون تغطيه اجتماعيه. هذه مسائل اللي رانا ننبهوا ليها الحكومه بكل مسؤوليه ونخاطبوا ضميرها ونحوسوا على اجوبه. ما كانت فيه اجوبه، واذا كانت الاجوبه بدون تكفل حتى ولينا مباشره يعني
يعني لما ما تكونش مبادرات من الحكومه ولينا نبعثوا مناشدات ونداءات للسيد رئيس الجمهوريه على امل تكرار اثاره هذه المواضيع، ننبهوا فيها عديد السلطات ولعل وعسى تكون يعني برمجه في مجالس الوزراء. لانه فيه حواصل جبائيه كثيره، ايرادات جبائيه كثيره يمكن استقطابها برقمنه القطاع. ولما نتكلموا على رقمنه القطاع وتامين هذه الايرادات الجبائيه الجديده، فهذا ليؤدي في الاخير التكفل بكثير من المطالب، والمواطن المطالب اللي تعنيه هي انشغالاته التنمويه المحليه. احنا كنواب نعرفوا واش معناته السعي، ولكن بالنسبه للمواطن لو ندير قياس، احنا في المجال الاقتصادي عندنا العائد الاستثماري، ان صح التعبير ونديروا القياس في العمل النيابي عندنا عائد الجهد. المواطن اذا ما شافش مثلا المحصله امامه في طرق سياره، مثلا نتكلم لك بالنسبه للولايات اللي نمثلها ولايه تيارت، شوف بغض 5 سنين والنواب ممكن اذا كان يتعبوا، اذا المواطن ما شافش ربط ولايه تيارت بالطريق السيار بالنسبه له ما كانش اداء. وهذا ما يفرض علينا بعض الضغط فيه كثير، قلت لك من الجوانب تاع يعني ضبط السياسات العموميه، ضبط الاشكالات المتعلقه بالرقمنه، ممكن تحلنا كثير من هذه الاليات. وحتى ما توقفش هذه رقمنه على رقمنه المجلس او قطاع معين، وانما لازم نكونوا امام حكومه في جوانب كثير منها تكون رقميه. هنا نعطيك مثال اللي حتى كان محل امتعاض تاعنا كنواب، محل امتعاضنا شخصيا، وين تقدمنا مره بسؤال الى وزير العمل والتشغيل، وطلبنا عدد العمال اللي كانوا في القطاعات الاقتصاديه الخاصه ولم يمسهم قرار الادماج، بالرغم انهم كانوا في الفتره اللي معنيين بادماج بتطبيق قرار سيد رئيس الجمهوريه، انه كلهم اللي كانت عقودهم ساريه. لما تقدمنا بسؤال وقلنا له اعطينا الارقام تاع هذو غير المعني بالادماج، فالاجابه ما كانتش متضمنه، وبالتالي هذا يعطينا ايحاء على انه ما كانش فيه رقمنه ممكن لهذه العقود لدرجه وين خلق لنا امتعاض. نفس الشيء بسؤال اخر اللي كان الايداع تاعو اصلا هذا كان رقمي وكان فيه لقاء مع المعنيين، طلبنا مثلا عدد العمال اللي بالتوقيت الجزئي في كل القطاعات الحكوميه، لم نحصل على رقم. لانه احنا كي نقدروا باللي كاين رقم نروحوا نشوفوا في لجنه الماليه باش نعرفوا التكلفه اللي نحتاجوها من اجل ادماجهم وادماج المتعاقدين من القطاع الكلي، ونشوفوا امكانيه تحمل الميزانيه. ولكن لما تكونش عندك ارقام فتبقى الاجوبه مبهمه، وتبقى مطالب تاع المواطنين لماذا لا يمكن التصرف، لا يمكن الاستجابه لمطالبنا، تبقى بدون اجوبه. لانه انت باش نكونوا صراحه ما يمكنش للحكومه انه كل ما نطالب به تستجيب، لانه فيه اعتمادات ماليه، ولكن على الاقل برقمنه كل المعطيات اللي راني نتكلم عليها نوصلوا الى قاعده تتيح لنا ما هو المتاح السنه هذه، ما هو المتاح السنه المقبله، ما هو المتاح جزئيا. وبالتالي مجال الرقمنه عنده ابعاد كبيره لازم نعيها ونعي الاثر الايجابي الذي يمكن ان تؤديه حتى نضبط قراراتنا وسياساتنا العموميه. تماما.